السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم تفاصيل اكبر ملاهي موجوده في بورسعيد بالاسعار وطريقه الحجز كمان. جايبه لكم ملاهي حلوه جدا كلنا محتاجين نروحها، احنا واولادنا. ملاهي كيدز لاند موجودة في سيتي مول في محافظة بورسعيد في شارع 23 يوليو. بس أنا كمان هسيب لكم رقم التليفون في آخر الفيديو علشان طريقة الحجز، عشان الحجز يا جماعة بيبقى عن طريق التليفون. وكمان الرحلات اللي جاية من بره ليها عروض خاصة. بكرر تاني، الرحلات الاتوبيسات والباصات اللي جاية من بره لها عروض خاصة، عشان كده لازم تتصلوا برقم التليفون اللي موجود في آخر الفيديو علشان تعرفوا العروض وكمان هتروحوا امتى بالظبط. شايفين المكان عامل ازاي؟ كله كافيهات وكله مشروبات واكل، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه هناك، وفشار وحاجات حلوة، كل حاجة. ملاهي تحفة هتعجبكم جدا، لانها دورين، فيها كل الالعاب الجديدة، فيها العاب الاطفال وفيها العاب الكبار، الفي ار تلبس النضارة وكل حاجة هتشوفيها. كل ده هندخل نشوفه بالاسعار كمان، جايبالكم كل الاسعار. اللي عايز يحجز يا جماعة، اللي عايز يروح الرحلات عن طريق رقم التليفون اللي موجود في اخر الفيديو. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة، اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشير لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. في لعب للاطفال من عمر سنة، يعني القطر اللي قدامنا ده هزاز ب10 جنيه، تخيلوا اللعبة فيه ب10 جنيه. وكمان ده برضو هزاز اللعبة فيه ب10 جنيه، لكن اللي في النص ده اللعبة فيه ب20 جنيه. كل ده لأطفال عمرها سنة وسنتين كمان. برضو الحصان واللعبة اللي جنبه دي برضو ب10 جنيه. في ألعاب كتير جدا جدا من بداية 10 جنيه للأطفال الصغيرة. هنا النحلة دي بتلف وانا مصورها كمان شوية كده هتشوفوها وهي شغالة شكلها عامل ازاي. الاسعار بادئة عندنا من اول 10 جنيه. ده بقى الفي ار، ده للناس الكبار بقى، لينا بقى احنا كلنا بقى اللي عمر بقى من اول 15 و16 والناس الكبار. هتلبسي النضارة وهتشوفي بقى انتي اكنك بتضربي بالمضرب بجد، بتعملي كل حاجة. الالعاب هنا، اللعبة دي سعرها 40 جنيه. هنا برضو لعبة القطر، بصوا شايفينها عاملة ازاي. بصوا، بقول لك كل الالعاب الهزاز اللي موجوده في المكان للاطفال اللي اقل من 6 سنين، يعني من سنه لغايه 6 سنين يقدر يركب لعبه الهزاز اللي هي زي اللي موجوده قدامنا دي ب10. صورت لكم واحده اهي وهي شغاله وجواها الطفله. بصوا شايفين دي ب10 جنيه يا جماعه. اي لعبه هزازه اقل من 6 سنين وبتعمل طبعا اصوات، غنى، حاجات الاطفال بقى، ب10 جنيه. وطبعا لعبه الشباب بقى، بصوا شايفين حلوة جدا، اكنه سايق مكنة بجد او موتوسيكل بجد. بصوا الشاشة هتفتح هو كده خلاص شغال، هو ماشي كده في الشارع. اللعبة دي يا جماعة عاملة 50 جنيه. بصوا هو خلاص بيظبطها له. انا عايزة اقول لكم ان اللي واقفين على الالعاب دي كلها بيرشدك، بيقولك تعملي ايه بالظبط، ولو انت مش عارفة تعملي ايه او تلعبي ايه هم بيرضوا بينصحوكي ويقولوا لك اللعبه دي مناسبه ليكي او لا، او للطفل ده اللعبه دي مناسبه ولا لا. فانت ما تقلقيش خالص برضو من الحكايه دي، يعني ساعات الاطفال بتشبط في لعب كده عايزه تلعبها، فهو ممكن يقول له لا دي مناسبه ليك ودي مش مناسبه ليك. اللعبه دي ب20 جنيه. هنا برضو لعبه عجله للاطفال ب20 جنيه. بصوا معظم الألعاب اللي موجودة في الصالة اللي تحت، الهزازات والعجل والحاجات دي كلها، معظمها 10 جنيه أو 20 جنيه، ما عدا طبعا الألعاب الكبار في ب40 وفي ب50 جنيه. بص هو راكب العجلة خلاص هو كده ماشي وسايق في الشارع على طول. يعني هي بتعلم الواحد برضو ان هو يركز، خلي بالكم بتعلم الأطفال التركيز. عايزة اقول لكم ان كل الالعاب اللي موجودة هناك كلها بالموسيقى واغاني، حاجات اطفال يعني كلها. دي بقى لعبة كور عجبتني قوي، بصوا هتتعمل ازاي. بصوا كل اللعب دي بكوينات يا جماعة، يعني انتوا بتدفعوا فلوس وتاخدوا كوينات. بصوا شايفين الكور نشان، يعني اكنها نشان. بصوا وهنا بقى لعبة باسكت، اللي هو لازم تخلي الباسكت ده ينزل في السلة اللي موجودة جوه دي. كل دي العاب موجودة في الصالة اللي تحت. دي لعبة كورة، يعني المفروض الكورة تدخل في الجون، يبقى انت كده خدت سكور خلاص. لكن شايفين الجون يعني مش عارف ياخد مش عارف يصد ولا كورة. وبرضه في نفس الكلام في لعبة الباسكت. ودي بقى لعبة صيد السمك. بصوا برضه ممتعة جدا بصراحة. انا لما رحت هناك ما كنتش متخيلة ان هيبقى فيه متعة كده. كل الالعاب ممتعة جدا سواء للاطفال او سواء للكبار، وخصوصا الفي ار للكبار ده حاجات حلوة جدا. يعني تلبس النضارة كده اكنك في عالم تاني زي اللعبة دي كده.
برضه بتقعدي تلبسي أو تقعد تلبس النضارة وتشوف بقى الأفلام أكنك انت جوه الحدث بالظبط. الشاشة طبعا قدام منك اهو، انت شايف كل حاجة وبتعمل كل حاجة. دي بقى لعبة ديناصورات. بصوا شايفين؟ كل الألعاب بصراحة ممتعة وحلوة جدا. دي لعبة موتوسيكل، لعبة ولاد بقى. كل الألعاب اللي موجودة يا جماعة بالكوينات، بتدفع الفلوس وتاخدي كوينات تلعبوا بيها. دي كان شكلها حلو قوي. برضه هجيبها لكم كمان شوية كده وهي شغالة، شكلها تحفة بصراحة. طبعا اللعبة دي للأطفال الصغيرة خالص تحت سن 6 سنين، وبرضه المشرف اللي موجود بيقولك دي تناسبه أو لأ. العربية دي عربية هزاز برضه، لكن زوجي، يعني 2 أصحاب بقى، 2 إخوات برضه تحت سن 10 سنين. العربية دي سعرها 10 جنيه، يعني اللعبة فيها ب10 جنيه، الكونة بتاعتها ب10 جنيه. بصوا، يعني هادية كده للأطفال الصغيرين فعلا اللي تحت سن 6 سنين. اللعبة دي لعبة بيت التمساح. بصوا في 4 بوابات اهو، كل ما التمساح يطلع مهمتك بقى ان انت ما تخليش التمساح يوصل لغاية عندك، تضربه على طول. بصوا شايفين كل زراير اهو، كل بيت قدامه زرار، لازم تلحقوا التمساح ده ما تخلوش يوصل لغاية عندكم. اللعبة دي برضو حلوة قوي. بصوا مسدسات رشاشات مية، هو مش مسدس، هو زي ما انتم شايفين كده، هي لعبة حيوانات. المية دي حقيقية على فكرة، المية دي حقيقية جدا، يعني لو حطيت ايدك قدامها هتتبل فعلا. مهمتك بقى انك تغرق الحيوان اللي قدامك ده. حلو قوي، عجبتني قوي اللعبة دي. الالعاب دي كلها بقى العاب اطفال صغيرة برضو لأقل من 6 سنين. دي زوجة اهي، العاب اقل من 6 سنين. في عنده كميات كبيرة جدا للأطفال الصغيرة بصراحة. اللعبة دي برضو كانت عسل. يعني فرخة أكنها بتبيض البيضة، وانت عليك تنشن بقى على البيضة دي تضربها. بصوا، هو بيجرب لنا برضو اهو. بصوا شايفين؟ بصوا شايفين؟ انتوا ما تخلوش البيضة دي توصل، المفروض كده ما تخليش البيضة دي توصل. برضو كانت حلوة قوي برضو للأطفال الصغيرة. فيها ألعاب كتير جدا للأطفال الصغيرة، والأسعار حلوة، يعني لو الأطفال شبطت في اللعبة مرة واتنين الأسعار حلوة. 10 جنيه 20 جنيه، حلو أسعارها، حنين وحلو. انتوا أصلا بتبقوا خارجين خروجة عشان تخرجوا بقى الأطفال وتلعبوهم. دي لعبة في ار للناس الكبار. فيها ألعاب برضو في ار كتير ومتنوعة كتير جدا، برضو موجودة. كل ده احنا في الصالة اللي تحت يا جماعة. دي برضو الأطفال الصغيرة خالص. ده هزاز، بصوا، ده هزاز تحط الطفل عليه كده، هزاز اللي هو بيعيط يسكت بقى يتبسط بالهز ده. هو سبحان الله الألعاب أطفال كلها كده. دي برضو مكان موتوسيكلات على شاشة برضو قدامك اهو، برضو فيها سكور. ودي لعبة نشان. بص فيها ألعاب كتيرة جدا للكبار وللصغيرين، هتحتاروا بجد الألعاب. هنا بقى بتصطادوا. بصوا شايفين الفواكه؟ دي لعبة فواكه برضو حلوة قوي، بالشاكوش كده. بصوا على الشاشة، بصوا يا جماعة على الشاشة، كل ده المفروض ان انتوا تضربوه. بصوا اللعبة دي نشان، بتنشنوا على اول واحد او تاني واحد او تالت واحد، يبقى كده خدتوا السكور بتاعكم. بصوا اه، هو بيشتغل بيتحرك. برضو اللعبة دي لعبة اطفال شوية. كل الالعاب اللي هنا زي ما اتفقنا وقلنا 10 جنيه و20 جنيه. بصوا العداد بتاعه بيعد، هو بتاع السكور بتاعه. ما عدا الالعاب الكبيرة هي دي اللي عاملة ايه، 40 و50 جنيه، العاب الفي ار. دي برضو لعبة نشان. بصوا هتشوفوا ازاي بحط كوين اهو اللي احنا بندفع فلوس وبناخدها. تمام، هيبتدي يلعب اهو. دي لعبة نشان. انا بحاول اجيب لكم كل الالعاب اللي موجودة عشان تبقوا عارفين مستوى الصالة اللي تحت كلها ايه الالعاب اللي موجودة فيها. بصوا نشان اهو، فيها العاب كتير جدا تناسب كل الاعمار، قلنا من عمر سنة لغاية السن الكبير، لغاية الناس الكبار برضو عندهم العاب، هتلاقوا العاب في الصالة اللي موجودة تحت. دي لعبة سابوي. بصوا فاكرين كان زمان عندنا لعبة كده اسمها ماريو، ينط حواجز لغاية لما يوصل للهدف بتاعه. اللعبة دي بقى ب30 جنيه. ليه بقى؟ لأنها لعبة هدايا، يعني اللعبة اللي انت هتنشن عليها وهتاخدها هتاخدها فعلا. بصوا هتاخدوها، وبعدين هتشوفوا بقى بصوا بيرمالك منين، تاخدها بقى من هنا اهي، دي بقت بتاعتك خلاص.
اللعبة دي يا جماعة عاملة 30 جنيه. أي لعبة بقى هتعجبكم نشنوا عليها عشان تعرفوا تاخدوها. الألعاب دي كلها بتستهويني جدا. بصوا يعني بتقعدوا بتسوقوا سواء مكنة بقى أو سواء عربية موتوسيكل عجلة، أكنكم فعلا سايقين بجد. بصوا شوارع ومطبات وحوادث لا حلو قوي، حلو قوي، أكنك فعلا بتسوق في الشارع بجد. بصوا حلوة. دي بقى لعبة طفل صغير خالص. بصوا لعبة طفل صغير جدا، يعني سنة 2 3 بالكتير. بصوا لأنها هي صغيرة أصلا بتقعد تتحرك وتتهز كده. بصوا شايفين دي برضو للأطفال الصغيرين. الحقيقة كل الألعاب حلوة، كل الألعاب فعلا حلوة للأطفال الصغيرين والكبار كمان. دي برضو لعبة نشان على الحيوانات اللي ورا دي. بصوا شايفين، بصوا اهو، انتوا المفروض تقعدوا تضربوهم كده. دي لعبة في ار للكبار طبعا. بصوا حرب رشاشات. إيه، بصوا كده، وكأنك بتنشن بقى. شايفين بقى فين في الشاشة، في فوق منكم شاشة انتوا شايفينها، بتنشنوا بقى على الأهداف اللي بتظهر قدامكم. انتوا شايفين كل حاجة في الشاشة. هجيب لكم الشاشة دلوقتي. بصوا بسأله في حاجة بتطلع من هنا فعلا، قال لي لا مفيش حاجة بتطلع طبعا، الشاشة اهي. اللعبة دي برضو لعبة في ار، لعبة كبار شوية بس هما شباب ما شاء الله، يعني السن محير كده. بصوا واصحابه بقى عمالين يساعدوه، هو لابس النضاره وشايف، بس برضو اصحابه ايه متحمسين معاه وقاعدين يساعدوه. طلعنا بقى فوق بعد ما شفنا كل الألعاب اللي موجودة تحت. ألعاب كتير جدا للصغيرين وللكبار، من عمر سنة لغاية إلى ما شاء الله، لغاية كل الألعاب بصراحة وكل الأعمار. شفنا كل ده موجود تحت. فوق بقى موجودة ترامبولين للأطفال وللكبار، وكمان حمام الكور. أسعارهم بقى الربع ساعة ب25 جنيه، النص ساعة ب50 جنيه، الساعة ب100 جنيه. لكن الرحلات يا جماعة ليها أسعار خاصة، عشان كده رقم التليفون موجود في آخر الفيديو. الرحلة حابة تيجي أو حاجة يكلموا رقم التليفون علشان ياخدوا الخصم بتاعهم. بصوا كل الأطفال ما شاء الله. بصوا الأطفال عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. طبعا البورسعيدية عارفين المكان وبيروحوا كتير هناك، عارفين الأماكن. فأنا حابة برضه أوري ده للبورسعيدية، في ناس كتير مش عارفة واللي مش بورسعيدية برضه. بصوا ده بقى للكبار. المكان ده يا جماعة ترامبولين ده بتاع الناس الكبار، كبار كبار، يعني ستات انسات، راجل كبير ست كبيرة، اي حد حابب كده يطلع شوية طاقة من اللي عنده يتنطط شوية يروح هناك يتنطط شوية بجد. تحس ان بقى ترجعوا فريش كده، ان انتم غيرتوا المود بتاعكم خالص. انا بوريها لكم اهي، دي ترامبولين بتاعت ايه الناس الكبار، وبتاعت الصغيرين احنا شفناها من شوية اللي هي دي جنبها على طول. وادي الاطفال اهي. بصوا ده ترامبولين ده مودي في باب هنا، مودي على طول على حمام الكور زي ما هنشوف. بصوا الأطفال كلها داخل جوه. على فكرة يا جماعة من عمر سنة، حمام الكور ده من عمر سنة. كل الأطفال بتلعب فيه، سنة 5 سنين 6 سنين لغاية السن المحير برضو بيدخلوا جوه حمام الكور ده. بالأسعار اللي احنا قلنا عليها، الربع ساعة 25، النص ساعة ب50، الساعة ب100 جنيه. وفي عروض خاصة للرحلات. بصوا عمر سنة يا روحي. بصوا هو بيشرح لي بقى ان هو مش مجرد انك تدخلوا بقى الاطفال تدخل كده الحمام الكور وتلعب وخلاص، لا ده هو فيه سلم، وبعدين فيه كوبري، وبعدين بينزلوا من الزحلقة دي، او ممكن يروح من هناك ينزل من الزحلقة عادي. بصوا كل الاطفال هايصة بصراحة، هايصة. كل الاطفال بتحب فعلا حمام الكور ده اللي اكتشفته بيحبوه جدا. بصوا شايفين هناك برضو فيها برضو العاب، مش حمام كور يتنططوا بس، لا فيها اكتر من لعبة. فيها زحاليق اهي، وفيها الكوبري اللي شفناه، وفيها الزحلقة الكبيرة. وبرضه هنشوف لعبة كمان. بصوا بيتسلقوا كده برضه كل الأطفال، كل ده موجود جوه حمام الكور. أنا قاعدين نقول لها بقى ايه الزحلقة من الجنب التاني عشان نصورك، هي مش سامعة ومش شايفانا يعني. بصوا هي في حتة تانية اهي، الحمد لله سمعتنا. هتتزحلق بقى كده تنزل على حمام الكور. زي ما قلت لك حمام الكور مش مجرد ان حمام الأطفال تقعد تتنطط فيه بس، لا في أكتر من لعبة. بصوا كل الأطفال ما شاء الله بيحبوا جدا. بيعوم والله عجبتني جدا برضه الحتة دي. بصوا بيعوموا ازاي شاء الله عليكم. عايزه اقول لكم بقى ان كل ده بيحصل والاهالي قاعده بره على الكراسي في الاستراحه،
شايفة طفلِك متطمنة عليه، شايفاه بيعمل إيه، لو أنتِ شايفاه بيعمل حاجة غلط بتقولي له لأ، شايفاه بتقولي له لأ العب دي، العب دي، كل الأهالي قاعدة شايفة الأطفال قدّام عينيها متطمنين عليهم جدًا، جدًا. عايزة أورّيكم برضه بس بُصّوا الأطفال بينزلوا بوشّهم على الزحليقة، مش بينزلوا عادي بيزحلقوا عادي لأ، بوشّهم. ما شاء الله، ربنا يحميكم بجد. مكان حلو الأولاد كلّها تستمتع، لو أنتم حبيتوا تلعبوا معاهم هتلعبوا معاهم، عايزين تتفرّجوا عليهم هتتفرّجوا عليهم، رقم التليفون أنا سايباه لكم، الرحلات زي ما قُلنا، طريقة الحجز هتتصلوا برقم التليفون عشان تاخدوا الخصم بتاعكم. ودي كانت جولتنا النهارده في أكبر ملاهي للأطفال وللكبار موجودة في بورسعيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. سلام عليكم.